صباح النور وصباح التفاؤل، صباح النشاط لكل النساء العظيمات، صباح الخير لكل النساء القويات. اليوم غنهضر معكم في واحد الموضوع اللي ما عمري صراحة الله حطيته او انني عندي الجرأة انني نتقاسمه معكم. اليوم ما غنحط لا وصفة لا والو. اليوم غنهضر لكم على حاجة اخرى، غنهضروا على استراتيجية التفكير او كيفاش بعض الناس كيجيبوا افكار اللي مختلفة، افكار ناجحة، افكار اللي بواسطة ديالها كيكونوا يعني احسن منا. كيفاش كيفكروا؟ موضوعنا هو كيفاش نحطوا افكار ابداعيه، كيفاش نفكروا. ولكن قبل ما نبداو ما تنسونيش من اللايكات وكذلك البارطاج. الا كنتي من الناس اللي عندهم طموح او اهداف كبيره، يعني كتفكري بقى انك توصلي ولكن مازال ما لقيتيش الفرصه انك كيفاش غادي تبداي او كيفاش غادي تبيني ديك الفكره ديالك او كيفاش غادي توصليها باش انك تحققيها. الا انت من هاد الناس فانت في المكان الصحيح، المكان المناسب. وأول نقطة باش انتي تفكري فكرة إبداعية أو فكرة ملهمة جميلة، خاص أولا تجمعي النقاط. كما كيقول المثل ديالنا، نقطة ونقطة كيحمل الواد. باش تجمعي هاد النقاط خاص أولا تقلبي على موضوع كيشبه الفكرة ديالك اللي انتي باغا تخدمي عليها. مثلا أنا خياطة، غنمشي غنقلب على الموديلات ديال الخياطة او كيفاش غنخيط، كيفاش غنفصل، يعني كامل هاد الامور كتشبه داكشي اللي في راسي. يعني خاصنا نمشيو نقلبوا في نفس المجال اللي حنا عندنا ليه ميول. وحاجة اخرى، ما تسوقيش للناس، اعتزليهم، عطيهم اتساع، فكري بوحدك، اعتزلي من دوك الناس كاملين وفكري مزيان. غنعطيك واحد المثال، مثلا التليفون او التلفازه او اي حاجه كاينه في هذا الوقت دابا. في الاول بدات غا بفكره، بدات غا فكره بسيطه وتم التطبيق ديالها وماشي طبقوها نيشان. يعني اللي اخترع كان كيفكر وكيبدع حد انه وصل ديك الحاجه. يعني كل شيء كيجي من بعد، من فكره صغيره، من والو، وكيتم التطوير ديالها حتى ولات على هاد الشيء اللي وصلت ليه دابا. يعني الفكرة ديالك اللي انت كتفكري فيها يمكن انك تسقليها وتبدعيها انها تكون على ارض الوجود. وحاجة اخرى، اغلب الناس كتقول ما غاديش نبدا حتى نجيب فكرة ما دايراش، فكرة جهنمية، يعني غنتسنى داك الوحي انه ينزل عليا. لا بالعكس، بداي من دابا. ولو عندك فكرة صغيرة، عندك ميول انك، مثال بسيط كيما عطيتكم في الاول الخياطه، بغيتي تكوني خياطه، فكره اللي هي صغيره جمعي لها الافكار ومن بعد غتلقاي راسك وصلتي لواحد الحاجه اللي انت اصلا ما كنتيش كتوقعي انك توصلي ليها. وثانيا باش انك تبدعي، خرجي من الدائره ديالك، خرجي من داك المحيط ديالك، شوفوا الناس الاخرين. مثلا انت كتفرجي مثلا في اليوتيوب، كتفرجي في قنوات اللي كيديروا الخياطه بالعربيه، بدلي شوفي قنوات اجنبيه غتلقاي محسن. اكيد واكيد وانا متاكده غتلقاي محسن، حيت هما فايتين في بزاف د الحوايج. غتلقاي افكار مطوره، غتلقاي موديلات ولا اروع. ملي غديري هادشي كامل في الاخير، وانا متاكده متاكده مليون بالمئه، غتلقاي الفكره باش غتبداي وغتخرجي من الحيره ديالك. ولا عندك هدف كبير باش انك تنجحي، غادي تنجحي، اكيد غتنجحي. ولا عندك اصرار باش تبدعي، غتبدعي. ولكن ما ديريش هادشي غير باش تجربي. الا كنتي غتجربي ما تبدايش. قولي غادي ننجح وغنحقق حلمي. باش تحقق حلمك تبعي هاد الخطوات وهاد الشي كامل، يعني تجربة اللي هي بسيطة لخصتها لكم. وربي كبير معنا كاملين، ما غيخلي حتى واحد. ربي قال لنا سبب عبدي وانا نعاونك. يعني ضروري ضروري الواحد يفكر ويبحث ثم يقرر ويبدأ إن شاء الله
وربي معاه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف، فتحت لكم قلبي وهضرت معكم على حاجه اللي هي بسيطه، شي حاجه بسيطه من بزاف. الى عجبكم بهذا الموضوع اكيد غادي نحاول انني نتقاسم معكم التجارب ديالي وتجارب الناس اللي قراب ليا وعزاز عليا بزاف.